بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، كل عام وحضراتكم بألف خير. هذه هي تصفيات بطولة أوروبا النسخة القادمة إن شاء الله رقم 16 2020، والتي ستقام البان يوروبيان، التي تقام إن شاء الله في 12 مدينة في 12 دولة. هنا في إطار هذه المجموعة التاسعة، وفي إطار الجولة الافتتاحية ما بين بلجيكا وروسيا، مباراة ما بين بلجيكا فارس كأس العالم الأخير 2018 ومنتخب روسيا المنظم والذي وصل للربع نهائي وخرج أمام الوصيف طبعا فرنسا منتخب كرواتيا، في حين مباراتهم في إطار دوري الأمم الأوروبية في النظام الجديد بعد خسارتهم أيضا من السويد. انطلقت المباراة المنتخب البلجيكي بقيادة تشيب رقم 6 في وسط الملعب، وكذلك أيضا كوزايف، وكرة عرضية أولى خطيرة، كرة عرضية أولى هنا للعملاق أمامنا اللاعب أرتم زيوبا أمامنا هنا في أول كرات اللقاء لآخر اللقاءات. طبعا سجل كل من ريتشارلسون، وكان سجل اللاعب سيغورسون صفوف فريق نادي موناكو قبل أن يرحل تيلمانز إلى ليستر سيتي. كرة على طول أمام وادي انطلاقة هنا باتشواي المتألق في كريستال بالاس، وانفراد هنا في هذه اللقطة، ولكن حكم اللقاء أي بداية وأي متعة أمامنا هنا اللاعب باتشواي، اللاعب المعار من نادي فالنسيا واللاعب السابق في نادي تشيلسي. لكن شوف الكرة اللي انطلق من خلالها امامنا النجم الكبير ايدن سيسكا موسكو، لاعب اللي عنده 32 سنه، ضمن الاضافات العرضيه الخطيره، لكن تغطيه ماريو امامنا هو فرنانديز في كره وانطلاقه من ثورجن هازارد الشقيق الاصغر من التصنيف دي ومن التصنيف سي اكيد طبعا وفقا للنظام فالنسيا، وكان ايضا كودريتشوف الى اسطنبول باشاك شهير التركي. على طول كره تعود ماريو فرنانديز الذي ينطلق في الجبهه اليمين، الضغط عليه من ثورجن، كان عمل عرض التقدم من جانب اللاعب كاستينيه، التسديده القويه، هدف حلو يوري تيلمانز المنتخب البلجيكي الجيل الذهبي بقياده ايدن هازارد. مش هجمه دي غزوه بلجيكيه هنا في استاد الملك بدوان عن طريق اللاعب اللي بيسجل اول اهدافه الدوليه، لاعب نادي ليستر سيتي المنتقل حديثا مع براندن روجرز مدرب ليستر سيتي الجديد. امامنا هنا لاعب يوري تيلمانز احسن لاعب في العام في 2017، لكن المجموعه اللي بتضم 6 طبعا فرق. خطا كبير واللي يغلط يستقبل شيرتشيف ماذا تفعل يا كورتوا؟ أين كورتوا في اللقطة الماضية؟ وشيرتشيف أمامنا الذي سجل في كأس العالم في مرمى الأخضر السعودي هدفين، وفي مرمى المنتخب المصري، وسجل كذلك كان في مباراة كرواتيا. أمامنا هنا فرصة كبيرة لجولوفين، أمامنا هنا اللاعب القوي في وسط الملعب. ادي امام 12 هدف مع نابولي هذا الموسم. ادي ميرتنز الكره العاليه، لكن يطلع 80 مباراه مارادونا الشهيره نصف النهائي، وبعد كده الخساره امام فرنسا. اتقطع تيلمانز، لسه جاب هدف جميل، لكن عدل اللاعب تشيرتشيف وتسديده حلوه الكوره محطوطه بشكل رائع من ثورجن هازارد. امامنا هو 3 اهداف لثورجن هازارد، سجل في مباراه تم في هذه اللحظات. هيدخل مكان كوزايف في باذن الله في لندن. على طول امامنا الكرات العاليه، الصراع اخماتوفا والفلقه الماضيه. ربع نهائي ومجموعات في بيونخ، ربع نهائي ومجموعات في روما، ربع نهائي ومجموعات في باكو، وربع نهائي النهارده 99 مباراه. على طول لمسه من ميرتنز، انطلاقه واحد، مباراه وراسيه بتعدي الكره بين اللاعب بوياتا اللي كان متقدم مره ثانيه في غياب مونيه. يشارك النهارده كاستيان ميرتنز، يلف الكره العرضيه من العام القادم باذن الله. التصفيات تنطلق هنا في مارس 2000. في حاجه للاسماء ومحاوله هنا، وادي امامنا هنا بوياتا في محاوله راس كرة ثابتة أمامنا جولوفين، ملعوبة خطيرة، الكرة العالية دي استلام يا ولد على الاستلام من هدر إلى باتشواي، ولكن ارتداد سريع وإنقاذ روعة. جورجي جيكيا أمامنا هنا في هذه اللقطة، مدافع سبارتاك يضيع باتشواي، ولكن جيكيا أمامنا هنا الذي كان على طول التمرير من جانب ايدن هازارد، يتحرك ايدن هازارد يسدد، تلمس في المدافع جيكيا، ولكن تصطدم في المدافع وتعود الكرة. فرصة كانت كبيرة قوي ضيعها باتشواي في هذه المباراة. لم يجد لوحده، ده فريق دي بروينا وكومباني وبيتسل وديمبلي، ولكن الشكل ما يختلفش كتير عن كأس العالم.
صحيح ايقاع اللعب او رتم الايقاع. بص الكره اتحملت ازاي، بص ميرتنز عامل كوره سهله، كوره بميرتنز. ادي ميرتنز، ثورجن هازارد بجوار القائم، والكره طلعها ايضا لباتشواي اللاعب جيكا، ركله جزاء، ركله جزاء. ايدن هازارد يعني واحده يمين وواحده شمال، يضطر البديل انطوان ميليتشوك في هذه الكره وهذه اللقطه. بص امامنا الاعاده، بص ثورجن هازارد تحرر وهو بادي على الورق في الجبهه اللي امامنا، ده اللي عمل البينالتي على فكره. زيركوف هو اللي عمل ركله الجزاء. المباراه هل يسجل ايدن هازارد تقدم مستحق للبلجيك؟ وبالفعل يسجل هازارد في الدقيقه 45 من ركله الجزاء عشان يتقدم منتخب. روبرتو مارتينيز المدرب الاسباني اللي تولى المهمه خلفا لمارك فيلمونتس في عام 2000 بادي كاستيلا امامنا صنع هدف لتيلمانز. باتشواي ضيع كورتين الشوط الاول، وهنا ركنيه. نشوف حكم اللقاء القرار ايه. 7 ركنيات في المباراه، 7 ركنيات. بص امامنا هنا كاستانيه لعب مايلن وديناير وناصر الشاذلي وميكيلي، وكذلك في وسط الملعب، ومنتقل اعاره من موناكو ليستر. تسديده لعن طبعا ايدن هازارد القائد المميز المحنك. ايدن هازارد صاحب ال 99 شيب على طول يرجع الى كودرياتشوف. الاداء الروسي اخماتوف حاول يمرجن مدافع السبيرز، كره اماميه المره دي. باتشواي الى ادي السرعه وادي الانطلاقه. كاستاني امامنا، انطلاقه يلعبها باتشواي امامنا. تردد باتشواي في اللقطه الماضيه، يعني باتشواي تردد في اللقطه الماضيه، فقد كتير من ادائه ومن مستواه في الفتره الاخيره. ده كان سبب في رحيله عن نادي فالنسيا. بص اللمسه الابداعيه من كاس العالم، وخسر امام سويسرا في دوري اوروبيه. بقى المباراه اللي كانت مهمه جدا، حكم اللقاء يدي لمسه يد. ادي امامنا هنا اخماتوف بدا يتحرك، المنتخب الروسي بدا يتجرأ عن المنتخب البلجيكي. قدم وروسيا الشرعي الاتحاد السوفيتي خرج كوزايف ودخل مكانه من التشوك انطون. امامنا كره جولوفين، لكن هولندا والدنمارك واليونان طبعا الدول اللي فازت بلقب هذه البطوله. امام كازاخستان المنتخب الروسي ايضا في هذه المجموعه 9. ايدن هازارد شويه. هل من الممكن ان نرى اوريجي مهاجم فريق نادي ليفربول؟ وادي امامنا هنا كره من ماريو فرنانديز الى جيلرمي حارس المرمى. انا بقول لحضراتكم الاصول برازيليه، كذلك ايضا ماريو فرنانديز ايضا من اصول برازيليه. تغيير لعب حلو قوي وتغطيه ممتازه. الكومنولث اندبندنت ستيت اللي هو CIS اللي كانت فتره ما بعد التفكك، وبوياتا وفيرتونجن في هذه الكرات. والكره على القائم الاول هنا كان ميرتن. ايدن هازارد الكره تتصلح وتسديده، لكن بعيده الكره امامنا من تيلمانز. اول كوره البلجيكا على المرمى في الشوط الثاني بعد 64 دقيقه. عشان كده بيفكر الاسماعيلي البلجيكي يحاولوا خلصها حلوه قوي باتشوايه، لكن دايما المشكله ال 101 عند طبعا بيتسا. خارج القائمه النهارده المنتخب الروسي في مباراه بلجيكا وروسيا 2-1 حتى الان. الشوط الثاني اقل بكثير من الشوط الاول. نستكمل باقي اللقاءات. النمسا تستضيف بولندا، مقدونيا مع لاتفيا في اتجاه ماريو فرنانديز، لكن كرة تطلع ركله ركنيه هي الثامنه في اللقاء. المره دي ما ظبطتش مع ماريو فرنانديز، ما ظبطتش الكوره. شوف ماريو فرنانديز الدفاعيه والكره من دوندونكر وراسيه بوياتا، ترتد الكوره ادي انطون ميلانتشوك وتوأمه طبعا الموجود اليكسي ميلانتشوك. الى هازارد باتشوايه يمرر الى هازارد انتظار الكره يسددها. منتخب روسيا على طول كره من جانب جولوفين. هل يستغنى عن اللاعب من وسط الملعب ويلعب بقى باللاعب تشالوف ومعاه زيوبا؟ ادي امامنا جولوفين وركنيه لصالح المنتخب الروسي. الكره بتاعت باتشوايه في المركز الثالث، مركز شرفي 86. واللاعب تشالوف اللي بيلعبوا خلف اللاعب زيوبا. صالح بلجيكا هل يعمقوا من جراح الروس وفرصه. هذا اللقاء اوفيدو حاتيجان اللي بيدير هذا اللقاء. ظهر واحد الهجومي لما يدفع باللاعب امامنا باتشوايه ضيع، ولكن
الراجل ده ما بيضيعش، ايدن هازارد ما بيضيعش، ايدن هازارد يسجل هدفه الدولي رقم 29 ويسجل ثنائيه في هذه الليله في اللقاء رقم 99.